ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير واهلا بيكم في شقه جديده. والنهارده مش هنعرض شقه، هنعرض شقتين باذن الله يعجبوكم جدا، او لفيلتين بالمعنى الادق. حطوا لنا لايك لقمرين النهارده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا بقى من الافكار اللي بنقدمها والديكورات. لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك، كل فيديو تخرجوا منه فكرة جديدة تقدري تنفذيها مع ألوان بيتك والديكور بتاعك. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، دعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت. بسم الله ما شاء الله، شقة النهاردة أو شقتين النهاردة في دمياط الجديدة. اللي ما يعرف دمياط الجديدة، مدينة جديدة بس قد إيه نظيفة، قد إيه منظمة، والمساحات بتاعتها بتاع الشقق حلوة جدا. بصوا بقى هنا الريسبشن، بصوا الألوان. الشقة دي تشطيب، أو الشقتين النهاردة تشطيب. الشركة الهندسية أملاك. بصوا بقى الجمال. هنا بقى بصوا ألوان الجبسن بورد والإضاءة. الشركة الهندسية بتستلم الشقة منك طوب أحمر، وبتسلمها لك بقى بالعفش بالديكور والسيراميك. كل التفاصيل دي بتستلميها بالشكل النهائي ده. هنا السفرة، بصوا جمال السفرة، انتري مودرن. بصوا الألوان مختلفة. هنا بقى النيش هنا في مدخل الشقة، جزء فيه مراية اهو. المرايات طبعا بتوسع المساحة، رغم ان المساحة هنا كويسة برضو كمان. بصوا الطبلات والبارتيشنات. هنا صالون مع النيش هنا في جزء لوحده. دايما بقول ان كل افكار الفيديوهات مش لازم يكون فكرة الفيديو نفس الاساس اللي عندي، نفس الالوان، نفس الامكانية او نفس المساحة. بس بقول ان كل فكرة فيديو ممكن اخد منها فكرة تناسبني او تناسب امكانياتي او بيتي، او اقدر انسق الوان تتوافق مع بعضها. ممكن بقالنا فترة بنزلش شقق كاملة، بننزل شقق شورتس أو مقاطع صغيرة من أجزاء من أوض نوم أو حمام أو مطبخ. ففعلا انتوا وحشتوني في فترة إن أنا أقدم فيديو كامل. بصوا بقى أوضة النوم الأطفال. بصوا دايما اللون الجري مع الأبيض من الألوان الحلوة جدا، وبتدي إضاءة لأي أساس أكتر من الألوان الغامقة. يعني دول لونين استخدموا وانت مطمنة لأي ألوان ولأي ديكور عندك، ولأي موبيليا ولأي فرش بيليق جدا معاه. اهو دي أوضة الأطفال. بصوا كمان النجف. الدولاب هنا مساحته مش كبيرة، بس من بره كده مراية. المراية كمان بتدي اتساع للمكان. بصوا جمال أوضة النوم مختلفة. الشقة هنا كل الأساس فيها مختلف والتفاصيل مختلفة. دي الأوضة الماستر. بصوا بقى الأوضة الماستر هنا مختلفة عن أي أوضة ممكن تشوفيها، هي سيمبل قوي. بصوا الجمال هنا الأوضة. المطبخ بقى حكاية لوحده. ده المطبخ في الشقة دي والشقة التانية الاتنين تحفة. أولا هو مقفل المطبخ للسقف. بصوا ألوان الجري في المطابخ من الألوان الرائعة. بصوا المطبخ وتقفيله. الإضاءات الليد في المطبخ من تحت قد إيه متبقاش غالية، بس فعلا بتفرق معاكي جدا في الشكل الديكوري النهائي أهو. بصوا جمال المطبخ وترتيبه. فكرة إن أنا أقفل تقفيلات المطبخ للسقف، طبعا ده استغلال لكل جزء في المطبخ والمساحة. بصوا المساحة حلوة جدا بتاع المطبخ. هنا الحمام، ده حمام الضيوف. بصوا ده الشكل بتاعه. السيراميك اللي هو شكل حضرتك شايفه ده، اللي هو درجات الرخامي، بيبقى حلو جدا. بصوا الجمال والإضاءة فوق. ده كده هنكون انتهينا من الشقة الأولى. تشطيب الشركة الهندسية أملاك بدمياط الجديدة، شارع البشبيش تحديدا. هسيب لكم في، وطبعا في الآخر الأرقام موجودة، بس هسيب لكم كمان في أول تعليق مثبت أو صندوق الوصف العنوان بتاعهم كامل. طبعا المهندس حسين أحمد.
وده رقم الفون بتاعهم للتواصل. بصوا بقى استمتعوا معايا بالجمال التاني. دول شقتين فوق بعض طوب احمر، الشركة الهندسية مستلماهم بالشكل على الطوب الاحمر. اتعملوا بطريقة الدوبلكس وكأنهم فيلا بقى يعني منفصلة أو مستقلة بذات. ده المطبخ. وبصوا بقى هنا دايما تشطيبهم في المطبخ بيعجبني جدا. اللون الأبيض طبعا، البنات اللي بتقلق من التنظيف الأبيض، بالعكس الأبيض بيبقى حلو جدا. بصوا الجمال. شايفين بقى السفرة اللون الزيتي مع الأوفايت تحفة. جمال المطبخ بقى يعني عاجبني جدا. هنا صالون اوف وايت والاطار بتاعه بس بالدرجات الذهبي، سيمبل جدا. الشقة يا جماعة لسه فيها تشطيبات، يعني لسه فيها في مرحلة الفرش. شقة عروسة ودي مرحلة الفرش. برضو الشقتين دول تشطيب الشركة الهندسية أملاك من دمياط الجديدة، شارع البشبيشي. والعنوان هتلاقوا آخر الفيديو والفون بتاعهم. بصوا بقى جمال النيش والبوفيه ومكتبة التلفزيون الخشب. شايفين بقى الجمال اهو. ستارة برضو زيتي مع يعني السفرة شيك سيمبل جدا. تحت السفرة والريسبشن وحمام ضيوف وصالون، يعني القعدة كلها تحت. ده الحمام الضيوف، حمام مش كبير. فوق بقى هنلاقي حمام أكبر طبعا، مساحة أكبر. هنطلع بقى بالسلم الداخلي ده. بصوا جمال السلم. نفوق بقى نشوف أوض النوم. يعني الجزء اللي فوق كله متقفل أوض نوم مع مطبخ صغنن مع جزء للغسيل. هنا بقى بصوا أنتريه مودرن، مساحته كبيرة. طبعا مساحة الشقتين حلوين جدا، يعني كل واحدة تعمل شقة لوحدها وشقة محترمة كمان. بس هو فضل ان يكون عنده مساحات مش مليانة اساس او خشب. بصوا الانتريه او ده يعتبر الليفينج تحت ريسبشن، وفوق هنا ليفينج او القعدة بقى، مع طبعا وجود مطبخ فوق. يعني انا مش بفضل ان يكون في دوبلكس ما يكونش في مطبخ، وكل ما تنزل تعمل حاجة تنزل الشقة اللي تحت. طبعا ده بقى صعب شوية ومزعج للناس اللي عاملين ده. دي الشاشة هنا، وده الحمامات اهو. ده حمام. بصوا مساحة الحمام، مساحة حلوة بسم الله ما شاء الله. دعوة حلوة من قلوبنا بقى لأصحاب الشقتين دول أو الشقق اللي عرضناها النهاردة. ربنا يسعدهم ويهنيهم. وطبعا متنسوناش بقى في لايك. وبجد حضراتكم وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. دي أوضة نوم الأطفال أهي. يعني مساحة حلوة أوي لترابيزة مطبخ، ترابيزة أسفة مكوى. درجات الزيتي داخل مع الأبيض في السرير، في الدولاب والسرير. اتمنى باذن الله ان فيديو النهارده يكون لاعجاب حضراتكم واستفدتوا منه ولو بفكره. اتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه، واشوفكم ان شاء الله في شقه جديده وعروسه جديده وديكورات جديده. ودي اوضه النوم الماستر لسه بقى بتتفرش، لان طبعا احنا كده بنتفرج في شقه عروسه. اتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.